خليني اسألك سؤال واحد بس، هو ليه الميزان بيقف فجأة؟ يعني انت ملتزمة بتاكلي قليل وبتشربي مية وبرضه ولا جرام. استني بقى قبل ما تقولي انا جسمي عنيد او الحرق عندي واقف. الحيلة دي لو عملتيها 3 ايام بس هتفهمي ان المشكلة مش فيكي خالص. خليكي معايا للاخر عشان اكتر غلطة الناس بتقع فيها بتيجي في اخر اليوم. من كام اسبوع بنت بعتت لي بتقول لي انا ثابته بقالي 18 يوم نفس الوزن. كانت عامله دايت مظبوط ومش بتغلط، بس جسمها دخل في وضع الحمايه. قلت لها انت محتاجه تخضي جسمك مش تعذبيه. بعد 3 ايام الميزان نزل، مش سحر، بس فهمت جسمها. جسمك ذكي جدا، اذكى منك ومني. لما تقللي الاكل فتره بيفتكر ان في مجاعه فبيبدا يقلل الحرق وبيخزن دهون ويمسك في الوزن. و... وده اسمه تثبيت وزن مش فشل في الدايت. والحيلة دي مش دايت قاسي، حرمان ولا تجويع. هي 3 أيام بس نلعب فيهم على الهرمونات والحرق واحتباس المية، ولو عملتيها صح الميزان هيتحرك، ولو عملتيها غلط ولا هتستفيدي حاجة. عشان كده ركزي. نيجي بقى لليوم الأول. اليوم ده بنقول للجسم اطمن مش هموتك من الجوع. الفطار هيبقى 2 بيضة أو زبادي يوناني وخيار أو خس. والغدا عبارة عن فراخ أو تونة وطبق سلطة كبير من غير زيت. والعشاء زبادي أو بيضة ومعاهم خيارة. مهم جدا ما نحطش ملح كتير، مفيش سكر، مفيش عيش. واليوم ده ممكن تحسي بدوخة خفيفة وجوع بسيط، بس ده طبيعي. واليوم التاني مفاجأة، أكتر يوم الناس بتبوظ فيه. ليه؟ عشان فيه نشويات. سمعتي صح. الفطار بيضة مسلوقة وتوست بني. والغدا رز أو بطاطس وبروتين وسلطة. والعشاء زبادي. واليوم ده بنعمل ايه؟ بنضحك على الجسم، بنقول له في اكل مفيش مجاعة، فالحرق بيعلى. لو اليوم ده اتلغى الحيلة كلها بتبوظ. واليوم التالت ده بيبقى الحرق عالي. اليوم ده بنسحب الدهون. الفطار فيه بيبقى بيض او زبادي. والغدا لحمة او فراخ او سمك وخضار او سلطة. والعشاء هيبقى بروتين خفيف، لا اما بيضة مسلوقة او زبادي. وبعد اليوم ده جسمك بيبقى جاهز ينزل. ونيجي بقى نتكلم على الممنوعات الخطيرة، ان احنا نوزن وزن يومي، القلق، العصير، السكر، الدايت الزيادة. الميزان غالبا يا اما بينزل يا اما ينزل بعدها بيوم. اصبري بس. ليه 3 ايام بس؟ عشان اكتر من كده الجسم هيزهق، واقل من كده مش هيفهم الرسالة اللي احنا هنوصلها له. 3 ايام يعني صدمة ذكية من غير ما تتعبي نفسيا. مين ما ينفعش يعمل الدايت ده؟ الحوامل ومرضى السكر واللي عندهم انيميا شديدة. والموضوع مش ضعف منك ولا جسمك وحش، جسمك بس محتاج حد يفهمه مش يعاقبه. جربي الحيلة دي 3 ايام واكتبي لي النتيجة. وقولي لي في الكومنتات كملي. واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.